بسم الله وصلاة وسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشاهدوا في الفيديو تاع اليوم. الفيديو تاع اليوم جبت لكم هذه الحلوى كيف ما راكم تشوفوا، اللي هي على شكل كعكات ما في بلا حشو، يعني راح تكون على شكل اسواره. بالنسبه لهذه الحلوى السهله دوكا عليا نقول لكم اللي راهي مهتمه لهذه الحلوى تابع الفيديو للاخر باش تشوف طريقه التحضير. وشكرا. نجي المقادير وطريقه التحضير. هنا نحتاجو 250 غرام زبده، نضيف عليها حوالي 5 ملاعق زيت مما يعادل ربع كاس، 2 حبات بيض وصفار بيضاء، كأس إلا ربع سكر ناعم، كأس إلا ربع كاوكاو محمص ويكون مطحون، وملعقة جنجلان تكون محمصة، ملعقة كبيرة حليب بودرة، ملعقتين مايزينا هي النشاء، عطر الشوكولاتة كيف ما راكم تشوفوا ديروا حوالي ملعقة صغيرة، وملعقة تقدروا تستغنوا على هذا عطر الشوكولا، وملعقة صغيرة فانيليا، ملعقة ونصف حوالي. بعد نخلطوا المكونات مع بعض، نجيبوا باتر، نضيفوا رشة ملح، بعد نخلطوا المكونات مع بعض. هنا نبقاو نضيفوا الفارينة بهذا الشكل. عندنا نصف كأس خميرة كيميائية مما يعادل ملعقة صغيرة أو 5 غرامات. نبقاو دوكا نخلطو باليد. حاولوا هذه العجينة ماشي كيما عجينة الصابلي، حاولوا تخلوها طرية شوية، ماهيش طرية حتى بالنجاري، وماهيش قاصحة كيف عجينة الصابلي. نضيفوها بالتدريج. هذا هو القوام اللي تحصلنا عليه كيف ما راكم تشوفوا، راهي طريه ماهيش قاصحه. دوك نجيو لطريقه التشكيل. هنا في الميزان تاعنا نحاولوا ندو من 37 38 هكاك، نجيبوها نحطوها في المول تاعنا بهذا الشكل. طريقه التشكيل تاعها جد سهله. نجيبو ملعقه نحاولوا نسقموها، بهذا الشكل. نزيدو نجيبو حبه ثانيه، ميزان 37 غرام، 37 38 تكون مليحه. صنعوها على شكل حربوش بهذا الشكل. نضعها هنا تكون طريه كيف ما راكم تشوفوا. كمل الكميه هكاك ونرجع لكم. هنا بعد ما كملت التشكيل كيف ما راكم تشوفوا نجيبوه نحطوه في سنيوه ونديروه في الفرن. انا راني دايره الفرن تاعي سخون على 180 درجه، نحطوه يطيب من بعد نرجع لكم ان شاء الله. هنا نجي لطريقه تشكيل هذه الورده. غادي نديرها معكم بهذا اللون الاحمر. غادي نجيبو مقص ندو كميه من اللون الاحمر، بهذا الشكل. نحاولوا نعجنوها مليح بين يدينا.
اذا تلصقت تعاونوها بالنشاء. هذا النشاء اللي راه عندي بهذا الشكل. حنا نجيبو مكميه من اللون الاحمر، ابليكوه على المول تاعنا كيف ما راكم تشوفوا، نحكمو ونبقاو نعمرو في هذوك الفراغات. يعني اذا غبنتكم وبدات تلصق عاونوا بالنشاء كيف ما ذكرتكم قبيل. نفوتوا عليها كامل بهذا الشكل حتى الاخر. نقطعوا هذه الكميه، من بعد نفوتوا على هذوك الاطراف تاعنا، نحاولوا نحوها غير بالعقل. هذه النتيجه اللي تحصلنا عليها. نكملوا الكميه هكاك ونرجع لكم. ما كملت عمليه التزيين كيف ما راكم تشوفوا، نحطهم على جهه ونجيبو هنا في قاروره صغيره غادي نديرو ملعقه ملون ابيض، حوالي ملعقه ونصف. هذه انا شريت تاع الميزان. حاولوا كيفاش لازم نسيحوهم كيف ما راكم تشوفوا، وكما نغربلوهمش ما يعطونيش النتيجه اللي رانا نحوسوا عليها في الطاليه تاعنا. نضيفوا نصف كأس حليب ونصف كأس ماء زهر هذا، ونصف كأس زيت بهذا الشكل. هنا نجيبوا القاروره تاعنا نطلقوها ونحاولوا نخلطوها مليح. هنا هذوما المكونات تاعنا بعد ما خلطناهم مليح كيف ما راكم تشوفوا. نجيب هنايا عندنا 600 غرام سكر ناعم اللي كنا سيحناه، لازم تسيحوه باش يعطيكم نتيجه افضل. نحكموا القاروره تاعنا نخدموا باليد، نضيفوا هذو المكونات ونبقاو نخلطوا حتى لين تحصلوا القوام اللي رانا حابينه. نضيفوا غير بالعقل. خلاص بهذا الشكل. هنا بعد ما خلطنا دوك المكونات نجيبو نصف كأس لين كيف ما راكم تشوفوا ونبقاو نضيفو بالعقل. هذه كمرحله اخيره نحاولوا نعجنوهم مليح بين يدينا باش هذاك السكر يذوب مع نزيدو نضيفو اللين. خلاص هذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها. نجيبو بابي فيل نغطوها باش ما تبقالناش هذيك الطبقه هذيك لو كان نخلوها هكاك ديرنا واحد الطبقه قاصحه. يعني غادي نغطوها بهذا الشكل، نحطوها في الثلاجه لمده ساعه ساعتين 3 سوايع انت واش ما كان عندك وقت. نخلوها ترتاح ومن بعد نرجع لكم. جبنا الحبيبات تاعنا وجبنا هذيك الطاليه تاعنا اللي كنا صنعناها قبل. واش درناها في كيس بلاستيكي ونبقاو نفوتوا الحبيبات تاعنا بهذه الطريقه. تجينا جد سهله وطريقه تاعها تجي نقيه، الخدمه تاعها يعني تجي نقيه بهذه الطريقه. ولازم الاسباس اللي يبقى لكم تعاودوا تفوتوا عليه، ما تخلوهاش هكاك. كيف ما راكم تشوفوا هذه هي النهايه، وهذا هو الشكل اللي تحصلنا عليه في الاخير.
دوكا ما عليا نقول لكم ما تنساوليش غير اشتراك ولايك باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وتحفزوني ندير لكم فيديوهات ما اكثر ان شاء الله. وشكرا.